صوموا تصحوا. كانت هذه هي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمل ينفع به المسلم نفسه، واكتشف العلم من بعد أهمية وضرورة الإمساك عن الطعام لواحد الفترة معينة كعملية باش تريح الجسد ديالك وتعاود تبني التوازن ديالو من جديد. فشنو هي فوائد الصيام؟ وشنو هي الأمراض اللي كيساهم الصيام في علاجها والوقاية منها؟ وفوقاش تيكون الصيام مضر بالصحة؟ هذا الشيء اللي غنعرفه في هذا الفيديو. المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية عرف الصيام على أنه الامتناع الطوعي عن الطعام والشراب لفترات زمنية محددة ومتكررة، وكتبدا ساعات الصيام عادة من 12 ساعة، وما خاصكش تخلط بين الصيام والجوع، واللي هو عبارة على حالة من نقص التغذية اللي ما تيكونش طوعي ولا مضبوط، ويقدر يوصل للذروة ديالو بفشل الأعضاء والموت لا قدر الله. فكيفاش كيخدم الجسم ديالك خلال الصيام؟ الجسم ديالنا تصمم باش يحمينا من الجوع، وباش يقوم بهذه الحماية كيدير تخزين احتياطي للعناصر الغذائية اللازمة باش تبقى على قيد الحياة. ملي كتكون كتاكل، ملي كتصوم، فراه هذا السلوك تيخلي الخلايا تحت ضغط معتدل، وكيبدا الجسم ديالك في اطلاق دوك المخازن باش يزود نفسه بالطاقة. فحسب المركز الوطني للمعلومات كيأكدوا الأطباء أنه طالما كان جسمك الوقت باش يتعافى من فترة الصيام، يعني ما بين الغروب وشروق اليوم اللي موراه، فراه ما غادي تواجه حتى آثار سلبية. وكتعتبر واحدة من النتائج الفورية لهذا النوع من النظام الغذائي هي فقدان الوزن، لأن الجسم ديالك كيستخدم سعرات حرارية أكثر من اللي كيستهلك. الصيام والسرطان. ظهرت بعد الدراسات الحديثة على الحيوانات وبعد التجارب البشرية الأولية انخفاض خطر الإصابة بالسرطان وانخفاض في معدلات نمو السرطان، بحيث جات هذه الدراسات أن ذلك يقدر يكون بسبب فوائد الصيام التالية: انخفاض إنتاج الجلوكوز في الدم، تحفيز الخلايا الجذعية لتجديد جهاز المناعة، والمدخول الغذائي المتوازن. في واحدة من الدراسات اللي دارت على التغذية المقيدة بالوقت خلال 9 حتى 12 ساعة تبين أن من فوائد الصيام أنه كيعكس تطور السمنة ومرض السكري من النوع الثاني في الفئران، والسمنة راهي عامل خطر رئيسي للسرطان. وظهرت دراسة ثانية دارت على الفئران أن اتباع نظام غذائي بحال الصيام كل شهرين كيقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وكانت النتائج متشابهة في تجربة داروها نفس العلماء مع 19 شخص. وظهرت انخفاض المؤشرات الحيوية وعوامل الخطر بالسرطان. في 2016 دارت واحد الدراسة ظهرت الأبحاث أن الجمع ما بين الصيام والعلاج الكيميائي كيبطئ من تطور سرطان الثدي وسرطان الجلد، بحيث سببت طرق العلاج المشتركة بين الصيام والعلاج الكيميائي في إنتاج الجسم لمستويات كبيرة من الخلايا السلفية اللمفاوية الشائعة والخلايا الليمفاوية المتسللة للورم. والمعلومة، فالخلايا السلفية اللمفاوية الشائعة هي الخلايا الأولية للخلايا اللمفاوية، وهي خلايا الدم البيضاء اللي كتهاجر للورم وكتشتهر بقتل الأورام. فالدراسة نفسها لأن الجوع قصير الأمد كيخلي الخلايا السرطانية أكثر استجابة للعلاج الكيميائي مع حماية الخلايا الطبيعية، كما أنه كيعزز إنتاج الخلايا الجذعية. الصيام والأمراض العصبية. فبخلاف الصيام، الأيام العادية كتميز ب3 ديال الوجبات أو أكثر يوميا، وتقدر تؤدي لزيادة خطر الإصابة الشخص بمرض عصبي مزمن. لكن حسب الدراسات فالصيام كيأخر الشيخوخة، وهو عامل رئيسي للأمراض العصبية. وبالإضافة للشيخوخة، أشارت دراسات على الحيوانات والبشر لأن الصيام يمكن له يمنع ويعالج متلازمة التمثيل الغذائي، وهو عامل رئيسي آخر لمجموعة متنوعة من الأمراض العصبية. الصيام وأمراض القلب. حسب بعض الدراسات فراه الصيام اللي كيعتمد على الامتناع التام عن الطعام والشراب بساعات محددة خلال اليوم عنده دور في الحد من المخاطر المرتبطة بصحة القلب. فأغلب الأشخاص اللي كيصوموا بانتظام كيديروا داك الشيء تقربا من الله تعالى وباش يحافظوا على صحتهم. فراه مخاطر الإصابة بأمراض القلب كتقل بين هاد الناس إلا ما كانوش من الناس اللي تيكميو. كما أن الصيام عنده تأثير ملحوظ على عملية أيض الكوليسترول والسكريات داخل الجسم، بحيث أن الصيام كيساعد على إنقاص مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة اللي معروف باسم الكوليسترول الضار، تحسين عملية أيض السكريات داخل الجسم، وبالتالي يقدر يساهم
كيساهم هادشي في الحد من احتمالية زيادة الوزن والإصابة بداء السكري، وهما من عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بأمراض القلب. فوائد الصيام على الجهاز الهضمي. واحد البحث شمل 2312 مقال تم التوصل لأنه على عكس بزاف د الأمراض اللي كيساعد الصيام في شفائها، فراه صيام رمضان كيزيد من مضاعفات القرحة الهضمية وعنده تأثير سلبي على مرضى القرحة الهضمية المزمنة. لكن في المقابل ثم إثبات أن هذه الأعراض كتزاد خلال الصيام، منها التواء الأمعاء الدقيقة الأولية والقيء الحملي. فالصيام هو آمن بشكل عام للناس اللي صحاح، لكن يقدر يكون خطير على الناس المرضى اللي كيعانيوا من أمراض الجهاز الهضمي، ويقدر يزيد من خطر حدوث مضاعفات عند هذه الفئة. المخاطر الصحية للصيام. حسب الموقع الطبي ميديكال نيوز توداي كاينين بزاف د المخاطر الصحية اللي مرتبطة بالصيام، واللي منها الجفاف. عادة ما كيعانيوا الأشخاص اللي كيصوموا من الجفاف، وكيرجع هادشي لأن أجسامهم ما كتاخد حتى سوائل من الطعام، فمن المستحسن تستهلك بزاف ديال الماء قبل فترة الصيام. زيادة مستويات التوتر، تعطيل النوم، وحرقة المعدة. فراه كيؤدي نقص الغذاء إلى انخفاض حمض المعدة اللي كيهضم الطعام وكيدمر البكتيريا. لكن شم الطعام أو حتى التفكير فيه خلال وقت الصيام يقدر يحفز الدماغ ويخبر المعدة باش تنتج المزيد من الأحماض، الشيء اللي كيؤدي لحرقة المعدة. وفي الختام ما خاصش بزاف د الحالات يتبعوا هذا النظام الغذائي وينخرطوا في الصيام، ومنهم الأشخاص اللي كيعانيوا من نقص الوزن، الأطفال والنساء الحوامل واللي كيرضعوا، والأفراد اللي كيتعافوا من الجراحة واللي مصابين بالمرحلة الأخيرة من مرض الكبد. وضروري تزور الطبيب ديالك قبل شهر رمضان باش يوصف لك الحالة المرضية ديالك ويقول لك واش تقدر تصوم ولا لا. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. ورمضان مبارك سعيد لجميع المسلمين.